السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مطبخ ويوميات ام ادم. اول حاجة كده نصلي على النبي في الكومنتات، عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. فضلا وليس امر، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد احنا بنعمله. المشاهدة حتى لو 3 دقايق، انا ما بقولكيش شاهد الفيديو كامل، شاهد الفيديو حتى لو 3 دقايق. حتى لو الفيديو ده 10 دقايق، لا شاهدي منه الفيديو 3 دقايق بس، عشان بلاش توقعينا الفيديوهات، وبلاش تكتبي التعليق وتمشي، عشان انت كده بتبوظي القناة خالص. ربنا يهدينا يا رب جميعا. يلا بقى هنبدأ نشوف احنا عملنا ايه. عملنا احلى كيكة، طبعا احلى كيكة اسفنجية بطريقة سهلة جدا وبسيطة، او مكونات كلها من البيت، مش هتاخد اي وقت معاكي، وهنعملها مع بعض بكل تكاتها وحركاتها. طبعا هنا كان معايا كوباية عسل، العسل اللي هو بتاع الكنافة، اللي هو العسل الشربات ده. طبعا انا بضيفه هنا على الكيكة. هنا انا يعني واخدة كام قطعة كده ضفت عليهم عسل، الولاد عاوزينها بالعسل، ما حطيتش على صينية الكيكة كلها عسل. ممكن تستغنى عن العسل ديت، طبعا انا حاطة فيها سكر، مش محتاجة عسل اصلا. طبعا زي ما انتوا شايفين كده كيكة هشة وجميلة وبطريقة سهلة جدا، مش معجنة ولا اي حاجة، ومش هتاخد اي وقت معاكي. شايفين شكلها وطعمها احسن بكتير. كل ده هنشوفوه في الفيديو. هنشوف طبعا المكونات كلها كلنا مع بعضنا. يلا نبدأ كده. المكونات معانا زي ما انتوا شايفين كلها من البيت، مش هتاخد اي وقت معاكي. هنبدأ بقى. اول مكون انا 4 من البيض. انا هنا عاملة صينية كبيرة، لو هتعملي صينية صغيرة اصغر من اللي انا عاملاها هتعملي نص الكمية. وكوب من الزيت، وكوب لبن، وكوب سكر. كوب زيت وكوب لبن وكوب سكر. هنا انا حاطه في صينيه الكيكه دي حاطه كوبايه ونص سكر، يعني انا عشان الامانه حاطه كوبايه ونص سكر. لو انت كوبايه واحده مش عاوزاها مسكره هتضيفي كوبايه واحده بس. وهنا طبعا معانا فروتي اللي هو البرتقال، ومعانا كيك شيف، ومعانا 2 من الفانيليا. لو في برتقال او سفندي هتستغنى عن الفروتي البرتقال ده. ومعانا كوب من الدقيق، انا هنا حاطه كوبايتين من الدقيق مش كوبايه واحده. المج الكبير ده 2 منه نص كيلو، يعني نص كيلو دقيق. انا ضفت هنا اول واحدة، وضفت هنا بضيف التانية كمان. المج ده من يعني مج كبير مش صغير، عشان طبعا انا هعمل صينية كبيرة اللي انتوا شفتوها في اول الفيديو ده. كيكة فعلا هشة وجميلة ومش هتاخد اي وقت معاكي، جربوها بس بنفس الطريقة ديت. تعالوا بقى هنبدأ الخليط هنعمله مع بعضه. المكونات كلها هنعملها في الخلاط. هنضيف اول حاجة اللبن. ضفت اول حاجة في خلاط اللبن. وهنا هضيف كوباية زيت. انا ما زودت الزيت ولا حاجة، هي كوباية زيت حلوة قوي. انا اللي زودته بس في المكونات دي كلها نص كوباية سكر، عشان انا عاوزاها مسكرة، فهي اصلا ما كانتش محتاجة العسل. بس انا خدت كام قطعة كده فضفت عليهم اللي شوية عسل من اللي كانوا عندي. وهنا طبعا ضفت السكر، هنا انا كنت بضيف السكر. وهنا هضيف البيض، 4 من البيض. لو هتعملي صينية صغيرة زي ما قلنا في اول الفيديو هتضيفي نص الكمية دي. وهنا بقى هضيف الفانيليا على البيض. هضيف هنا واحدة من الفانيليا. وهضيف كمان شوية خل. الخل ده بيخلي الكيكة هشة خالص، بيديكي يعني ريحة كمان جميلة، وبيخلي الكيكة هشة وخفيفة كده. وهنعملهم هنا في الخلاط، هنضربهم في الخلاط المكونات كلها عشان السكر يدوب وكل حاجة تتخالط مع بعضها. لو وصلت لحد هنا ما تنسيش اللايك والاشتراك، فضلا وليس امر. وانا طبعا الخليط بعد ما عملته هو ده شكله. هنا انا عامله الخليط ده، عارفه ان هو هياخد نص كيلو دقيق بس بالظبط. الدقيق العجينه بقت مظبوطه خالص، بقت كريمي. كل ده هتشوفيه. هنا طبعا بضيف الكيك شيف،
وبضيف الفانيليا التانية، وهقلبهم مع بعض على نص كيلو دقيق. مجين المجين اللي هو الازاز ده هما نص كيلو دقيق، وهقلبهم في بعض. لازم نقلبهم جامد جدا عشان ما تبقاش حته فيها الكيك شيف وحته تانية ما فيهاش. هنا طبعا بضيف الخليط زي ما انتوا شايفين كده. هضيف عليه طبعا الدقيق مره واحده، وهنا بضيف الفروتي وهقلبهم على شويه ميه صغيرين، او لو في شويه لبن صغيرين هتضيفيهم. هنا اقلبهم زي ما انتوا شايفين، ما حطيتهمش مع الخليط. ليه؟ لا، انا بحب اضيفه، بعمل الفروت لوحده، مش بضيفه مع الخليط اللي هو في الخلاط ينضرب كله مع بعضه. لا، انا بحب اضيفه لوحده، بيديكي لون وطعم وريحه جميله جدا. لو عندك سفند ولا برتقال هتستغنى عن الفروت خالص، بس انا دلوقتي ما كانش موجود عندي. هنا بضيف طبعا الدقيق كله مره واحده، علشان انا عارفه الخليط اللي انا عملته ده، المكونات دي كلها هتاخد النص كيلو دقيق بس. وهقلب فيهم كده بالمضرب زي ما انتوا شايفين. هنقلبه لغايه ما يبقى القوام كريمي كده. هنا ما ضفتش دقيق ولا اي حاجه ولا اي حاجه تانية، هو انا عارفه المكونات بالظبط كده. هنا طبعا الكيكه اهيت كريمي خالص اهيت زي ما انتوا شايفين، ولا تقيله قوي ولا خفيفه قوي، مظبوطه يعني، كريمي خالص اهيت زي ما انتوا شايفين كده. طبعا اللايك يا احلى اخوات في الدنيا. وهنا طبعا هفضيها في الصينيه. اكون الاول مسخنه الفرن كنت مسخنه فرن البوتاجاز، مسخناه قبلها ب5 دقايق، عشان كده ما خدتش 5 دقايق كمان ولا 10 دقايق في الفرن، ما كملتش 10 دقايق وطلعتها. طبعا دخلتها على الفرن ووطيت لها خالص الشمعة، ما خدتش اي وقت عشان الفرن سخن. وهو ده شكلها بعد ما استوت طبعا. وبألف هنا وشفا على قلبكم. كيكة اسفنجية طرية خالص وهشة وجميلة، ويعني ممكن تفطري بيها، ممكن الولاد خفيفة طبعا على المعدة. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والاشتراك في مطبخ ويوميات ام ادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشوفكم في فيديو جديد.